بتساعد الجميع. في الحقيقه انا ممكن يكون كلامي حساس شويه عشان احنا اصدقاء، ولكن فعلا انا جيت مخصوص علشان نغطي اللقاء ده عشان يكلمنا عن الكتاب بتاعه. طبعا الف مبروك يا دكتور احمد. ربنا يبارك فيك يا دكتور هبه، وانا طبعا الجيزه، وانت دايما معانا برضه في كل حاجه، وربنا يكرمك يا رب ويوفقك في كل حاجه. في الحقيقه والله دكتور احمد يستاهل كل خير، هو بيساعد الجميع بغض النظر عن علمه وعن المحتويات اللي بيقدمها وعن المجال في الصحه النفسيه والارشاد الاسري، ولكن هو في الاخر احنا في حاجه كده جميله عملها لنا، هي كتاب علاقات ممنوعه. انا حابه ان حضرتك تكلمني عنه اكتر وتعرفنا ايه محتواه وامتى عملته. اولا هو الكتاب ده يعني اول عمل ليا في مجال الارشاد الاسري، ليا كل حاجات تانية بس مجال الارشاد الاسري ده اول عمل ليا. كتاب بيتكلم عن قصص من واقع الحياه، قصص من المشكلات الاسريه اللي بتجيلي، بس طبعا بنغير الاسماء والحاجات عشان الناس ما تبقاش عارفه. وكل قصه من دول يعني هي حصل لعدد كبير جدا من الناس. يعني انا اخترت 20 قصه واقعيه، هتلاقي كل واحد لازم هيلاقي نفس القصه من دول حاجه قريبه منه وحاجه شبهه. وكمان عشان ما تبقاش بس قصص زي ما الناس بتكتب قصص وخلاص، لا انا بقدم برضه الحلول بتاع كل قصه منهم، فبالتالي يستطيع القارئ ان هو يستفيد منها في واقع حياته، سواء كانت حصلت له او هتحصل له حاجه شبيهه. وعامل قصه مفرجه في الاخر مش هقول عليها غير لما الناس تقرا الكتاب. بجد انا بنصحكم من قبل ما نتكلم اصلا عن الكتاب، لان اكتر قصص واقعيه هي اكتر قصه ممكن تقابلها وتحل مشاكلها، لان في حاجه عندنا اسمها فروق فرديه. الفروق الفرديه دي انا ممكن انصحك نصيحه ما تنفعش غيرك، ولكن طبعا دكتور احمد غني عن التعريف في اللقاءات التلفزيونيه والاستشارات والمحاضرات، ودايما كان ملم بكل المشاكل دي من ارض الواقع. في الحقيقه الكتاب ده هيبقى دسم جدا وانا متاكده منه قبل ما اقراه. في الحقيقه النسخه دي هتبقى بتاعتي ان شاء الله، وشكرا لحضرتك يا دكتور احمد بجد والله. تسلمي وشكرا لحضرتك، وانا عايز بقى اشوف كمان الناس اللي هي الكتاب ان شاء الله يكونوا. طب في حاجه دكتور احمد ما يعرفهاش، ان انا اليوم اللي انا جيت فيه كان في اقبال كتير بجد على الكتاب، واحنا بجد بنشكر دار الاديب للنشر، وفي الحقيقه هم عاملين مجهود حلو قوي، وكذا حد كان بيسال على الكتاب وحضرتك مش موجود، والله العظيم بجد ده حقيقي فعلا. وده ان يدل بجد ان الكتاب مميز، وحضرتك شخصيه مميزه جدا ونموذج مشرف لاي حد بجد، في سواء في الصحه النفسيه في الارشاد الاسري، وهو اخ لاي حد في المجال. ربنا يخليك يا اب. والناس اللي الدكتوره هبه برضه اصلا متخصصه في الارشاد الاسري في الصحه النفسيه، بالاضافه انها في المجال الاعلامي وحد مميز جدا ومشكور جدا. حضرتك سعيده باللقاء بجد، ومش اي لقاء، ده لقاء اخر. ربنا يخليكي طبعا فعلا بنصحكم بقى بشراء الكتاب ان شاء الله. لسه المعرض لحد يوم الاربعاء، لسه في وقت ان شاء الله. بنصحكم بجد ان انتوا تيجوا تاخدوا الكتاب.